السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم وصفات نور الورد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بتمام الصحة والعافية. اليوم وصفتنا اليوم غادي نشارك معاكم طريقة تحضير العمة ديالي لهذا المخمار بوشيار. كيجي خفيف ورطب بحال القطن ومهوي بحال السفنج. بلا ما نطول عليكم، تابعوا معايا المكونات وطريقة التحضير وشاهدوا الفيديو الأخير باش تعرفوا جميع تفاصيل التحضير ديالو ولكم فرجة ممتعة. مكونات: احتاجيت كيلو ونص ديال الفورص الدقيق الأبيض، واحتاجيت نص كيلو ديال دقيق الفينو أو السميد الناعم أي ما يعادل 500 غرام، واحتاجيت معلقة ونص ديال الخميرة حبوب ومعلقة صغيرة ديال الملح، وبطبيعة الحال كنجمع بالماء دافي، والخمارة غادي نخليها حتى الاخر. خاص العجين تكون مدلوكه مزيان حتى تولي تلتصق في اليدين. كندلكو العجين مزيان حتى كتولي تلتصق العجين في اليد بهذا الشكل. بعد ما دلكت العجين ديالي مزيان كنضيف شويه ديال الماء ونضيف هذيك الخماره من وزن 7 غرام. السر ديالها هي اللي كتعطي هذيك الهشاشه ديال الشيار وكيجيني مفشفش وزوين. وعاد كندلكها تاني بهذيك الخماره. كنبدا نضيف الماء العجين بشويه بشويه وكندلكها بهذه الطريقه كما موضح في الفيديو حتى تولي لي العجين مطلوقه بحال شكل العجين ديال السفنج. فيها هي العجينه ديالي واجده، كتولي بحال هكا مطلوقه ومدلوكه مزيان كما موضح في الفيديو بهذا الشكل. وهنا غادي ندهن العجين ديالي بالزيت وغادي نغطيها ونخليها تخمر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالها. هي العجين ديالي خمرات، دابا غادي نبدا نخدم بها. استعانه بالزيت كنشكل العجين ديالي كويرات وكنخليهم يرتاحوا وكنبدا نقرص في الكره الاولى. بالاستعانه ديال الزيت كنقرص الكره الاولى، لازم تكون رقيقه حيت مني غادي نرميها غيتضاعف الحجم ديالها، ولا خفتو يخسر لكم الشكل ديالها مني تبغيو ترميوها قرصوها في ورق سيفيريزي او ورق الطبخ ورميوها في المقله هكذا، ما غاديش يخسر لكم الشكل ديالها. صافي كنرميها، لازم المقله تكون سخونه وتكون نار متوسطه. صافي وملي كنوضعها في المقله ما نقلبهاش حتى كتبان ليا ولاو فيها هاد الفقاعات بحال هكا، هكذا كنعرفها طابت من التحت. كنقلبها للجهه الاخرى ونخليها حتى كتحمر كما موضح في الفيديو. نعاود معاكم كره اخرى
دائما كنأكد على تقراص يكون رقيق بزاف باش ما كتجيناش معجنه من الداخل، وكنرميها بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا. كما قلت لكم ما نقلبوها حتى كيبانوا لي هاد الفقاعات، نرشها بشويه الزيت او الزبده، عاد نقلبها ونمرر فوقها هذه كتساعدها باش انها تجي متساويه في الطياب، ما تجيش جهه طايبه وجهه خضراء. كما كتشوفوا كيجي زوين ومحمر من الجهتين وهشيش ومفشفش، وغيولي معتمد عندكم الا تبعتوا المراحل وشاهدتوا الفيديو الاخير. ولو وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش من لايك والبارطاج مع الاصدقاء باش تعم الفائده. نستمر هكا حتى نكمل العجين اللي عندي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الشيار. الصراحه كيجي زوين بزاف، وكنفرح نهار كديروا العمه ديالي كيجي مفشفش وهشيش، وغادي يولي معتمد عندكم الا تبعتوا المراحل وشاهدتوا الفيديو الاخير. انا غادي نقسم معاكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. وكنكون وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجباتكم الوصفه ما تنسونيش من اللايك والبارطاج مع الاصدقاء باش تعم الفائده. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي وعجبكم المحتوى ما تنسونيش من الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في وصفه قادمه. دمتم في رعايه الله.